عايزة أقول لِك إن أنتِ لو عملتِ الحلا ده أو الحلويات ديّة لعيالِك كل يوم هيدمنوها يقولوا لِك اعمليها لنا، بس عايزة أقول لِك إنها هتشرّفِك لو جاي لِك ضيوف، ولو عايزة تعمليها وده موسم الفراولة هتعمليها وتبقى جميلة جدًا. يالّا بقى صلّي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما تنسيش تعملي لي اللايك. أول حاجة هنا أنا جبت بولة وهابتدي إن أنا أنخل كوبايتين ونُص من الدقيق، أي كوباية معيارية اللي هتعملي بيها الوصفة من أولها لآخرها نفس الكوباية، ما تغيّريش في الحجم. كوبايتين ونُص من الدقيق بانخلهم كده عشان أضمن إن الدقيق كويس، وأحط معلقتين كبار من النشا وانخلهم برضه، ومعلقة كبيرة هي هنا معلقتين صغيرين بمقام معلقة كبيرة من baking powder لازم أنخله معايا كده، وهابتدي إن أنا أحط نُص معلقة من الكاكاو، نُص معلقة كبيرة من الكاكاو هانخلها برضك، كل حاجة لازم تنخليها تمام، ورشة من الملح، وهاركن الخليط بتاعي دوّة اللي هو المواد الجافة على جنب. هابتدي هنا أهوّة بالعجان بالمضرب بالإيدي بالمضرب اليدوي عادي ما فيش مشكلة، هاحط هنا 3 بيضات وكيسين من الفانيليا عشان زفارة البيض، وهابتدي أحط كوباية من السكر، وهابتدي إن أنا أضربهم ضرب كويس جدًا لحد لمّا يفتح اللون بتاعي البيض والسكر. هابتدي يكون معايا هنا كوباية إلا ربع من الزيت، زيت يكون عباد مش زيت التومين يعني زيت ريحته حلوة، وهاكون هنا مجهزة معايا المفروض إن هي دي نُص كوباية من الزبادي ونُص كوباية من اللبن لو ما عندكيش، هي الأساس بتتعمل بلبن رايب، لو ما عندكيش ممكن تجيبي كوباية من الحليب أو اللبن وتحطي عليها معلقتين من الخل، وهنا هتبقى كويسة معانا. حطيت معلقة من الخل وحطيت لون غذائي أحمر عشان تدّيني لون الكيك بتاعنا red velvet. هابتدي إن أنا أنزّل الدقيق بتاعي كده وهو العجان شغال أو المضرب شغال، هانزّل الكيك بتاعي وأكون في الوقت دوّة مسخّنة الفرن على درجة حرارة قبلها يعني ب3 دقايق أو 5 دقايق أول ما هابتدي هاعمل الكيك، وهابتدي إن أنا أنزّل الجناب بتاعة الخليط بتاعي عشان خاطر ما يبقاش في أي حاجة على الجناب، هاقلّبها تقليبة كده وخلاص كده ضربت الخليط. لو حسيتِ إن الخليط بتاعِك تقيل شوية ممكن تزوّدي معلقتين من اللبن أو المَيّة، ما فيش أي مشكلة. هنا جِبت الصينية بتاعتي مقاس 22 حطيت ورق زبدة أو ورق الكراريس بتاع الولاد، ودهنتها دهنة من الزيت، ما تكتريش وتبالغي في الزيت، وهابتدي أدخّلها الفرن على درجة حرارة 180 هتقعد حوالي من ساعة إلا تِلت لساعة إلا ربع في الفرن، تجرّبيها بالسكينة أو خلة الأسنان، لو لقيتيها طلعت معاكِ نضيفة فهي كده تمام. أنا كنت هاعمل تورتاية بس كسّلت وما رضيتش أعملها. هنا هاحط كوباية إلا ربع من الكريم شانتيه، وهاحط 3 معالق من السكر أو 4، وأحط معلقتين من كريم باستري، وأحط كوباية من الحليب أو اللبن، وبعد كده زوّدت نُص كوباية لإن الكريمة ساعات بتتقل معانا. اضربيها بالمضرب هتبقى في الأول هتبقى سايلة وبعد كده هتتقل معانا. هنا ركنت الخليط بتاعي ده على جنب، المفروض ده إن أنا هاعملها تورتاية، وزي ما قُلت لكم كسلت أو يمكن قُلت الناس هتيجي تقول لي أنتِ بتعملي تورتة red velvet وظروف الناس ومش ظروف الناس، مع إن الناس بتاكل والظروف والغلا وكل حاجة مش هتمنع نفسها يعني، عملتها صينية كيكة عادية يعني قُلت إيه، أفرّح بيها الولاد، كان عندي شوية فراولة قُلت أفرّح بيها الولاد. هنا قطّعت جِبت صينية بايركس أو أي نوع صينية عندِك وقطّعتها كده، وده التشريبة بتاعتها مَيّة وسُكّر بس، أنا باشرّبها بمَيّة وسُكّر، هي الكيكة مش محتاجة تشريبة، بس حطّيت لها ال التشريبة دي، وجِبت كده الخليط بتاعي الكريم شانتيه، ابتديت إن أنا أحطّه فوق الكيك بتاعي كده أهو وأفرده، ولازم أساوي السطح كويس جدًا عشان ما يبقاش في جزء عالي وجزء مش عالي أو جزء ما فيهوش كريمة، يعني المهم إن أنتِ تساويها كويس جدًا، وتحطّي كمية كريمة حلوة كده عشان خاطر بس تعملي حساب الطبقة الأخيرة. هاسويها كده بالسكرابر، بالسكينة، بأي حاجة، أهم شيء السطح بتاع الكريمة يبقى أملس ما فيهوش أي حاجة عشان خاطر يبان الشكل كويس، وكمان هنحطها في التلاجة لمدة ساعة كده أو نُص ساعة لحد لمّا تمسك نفسها الكريمة شوية، وهاكون في الوقت دوّة أنا هنا بس حسيت إن في حتة كانت مش واصل لها الكريمة فحطيت، يعني عادي جدًا، وبالسكرابر كده بتبتدي إن أنتِ إيه، تضبّطي الشكل بتاعها. كمية الكيكة بتاعتي وكمية الكريمة ديّة عملت لي صينيتين من البايركس، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. هادخّلها التلاجة تشد معايا شوية الكريمة وتمسك كده فيها، وهابتدي أعمل خليط الجيلي بتاعي، باجيب باكو من الجيلي على كوباية مَيّة سخنة، واحط معلقتين من السكر عشان أحلي بقى هو الجيلي بيبقى مسكر بس أنا حبيت إن أنا أزود السكر بتاعها شوية،
وهاقلّبها كويس جدًا مع المَيّة السخنة المغلية، وبعدين أول ما أتأكد إن الجيلي بتاعي داب والسكر، هانزل بكوباية مَيّة من حنفية وهاركنه على جنب لحد لمّا يهدى معايا. طبعًا جبت الصينية خرّجتها من التلاجة وهنا كان عندي فراولة كدهوّة غسلتها ونشفتها كويس جدًا، وابتديت إن أنا أقطّعها إنصاف كده أو بالنُص، وابتديت إن أنا أحطها كده بحيث إن بالشبه كده، إن أنا ممكن تقطّعيها عادي مربعات وتحطيها وبعد كده تسقي الجيلي، بس حبيت إن أنا أدّيها منظر كده بحيث لمّا نيجي نقطّع القطع تبقي واخدة كل مربع فيه الفراولة بتاعتِك يعني. ممكن تقطّعي مربعات وتحطيها عادي وتصُبّي خليط الجيلي، بس دلوقتي هندخّلها التلاجة تشد شوية عشان الفراولة تمسك في الكريمة. لو أنتِ جيتِ صبّيتِ الجيلي، الفراولة هتطلع فوق الوش، فأنتِ لمّا بتدخّليها التلاجة فبتبتدي إنها تمسك شوية مع بعضيها. حطيت بقى الجيلي بتاعي كدهوّة في الصينية، وابتديت إن أنا أدخّلها أستنى شوية أمّا تهدى ودخّلتها التلاجة، دخّليها على الأقل ساعتين 3 المهم الجيلي يمسك فيها. بعد ما خلّصتها كده وخرّجتها من التلاجة هتقولوا لي ليه دي الجيلي الطبقة بتاعتها راحت فين؟ هاقول لكم مش عارفة. أنا دخّلتها التلاجة الظاهر إن هي كان فيها فراغ بين الكريمة والكيك أو الكريمة الجيلي فشربتها، بس هي مش شربتها بس لأ، هي حطّتها تحت في قاع الصينية. المهم خلّينا في الصينية التانية ديّة الجميلة اللذيذة وهي طعمها جميل جدًا، وأمّا شربت طبقة الجيلي كانت طعمها حلو جدًا، جدًا. أنا ما رضيتش إن أنا أخبّيها، كان ممكن إن أنا أخبّيها وعادي جدًا أورّيكم الصينية التانية، بس والله أنا قُلت لكم تجربتي يعني، وهي جميلة جدًا والطعم والجيلي تحت في القاع والكيكة شاربة من الجيلي جميلة جدًا، جدًا. جرّبيها هتعجبِك جدًا، جدًا، وأدي قدّامِك الصينيتين دي تحفة، طعمها تحفة، لإن الكيك شرب من الجيلي ودي خطيرة يعني، عايزة أقول لِك شكل وموضوع يعني. اعمليها لولادِك أو الضيوف جاية لِك هتشرّفِك. لو وصلتِ لحد هنا وما عملتيليش لايك هازعل منِّك، اعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم عشان تعلّوا المشاهدة بتاعة الفيديو، وقولي رأيكم في التعليقات.